ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم القارعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. الاحترام والمحترم إلى مدرسين اللغة، الاحترام والمحترم إلى لجنة تحكيم، الاحترام والمحترم إلى حاضرين المحترمين. أيها الحاضرون المحترمون، إذا نقول قول المتعلم نتصور رجل يستعمل إزار وقلنسوة، والمرأة تستعمل لباس قميص مع جلباب إسلامي. كيف رأيكم جميعا؟ صحيح أم صحيح؟ ولكن المتعلم لا يرى من جهات المظاهرة فقط. المتعلم عرفا والاسم لمن يتعلم علما في المعهد، عادة يقيم في المعهد حتى التربية انتهت. الحمد لله وشكر الله عز وجل، نحن اخترنا لإقامة في هذا المكان النافس نوره إلى السماء، المكان يعبر كروضة الجنة. من يدخل روضة الجنة إلا أهل الجنة. كم صاحبا وقت زماننا نذهب إلى المدرسة، ولكن الصاحب لا يكون كل يذهب إلى المعهد لطلب العلم الدين. صار الشخص متعلما ليس أمرا سهلا، لأجل استقال في الاستقامة. نعم، الاستقامة في المعهد. لماذا؟ لزوم المجوزة الأمثال والموانع والوحدة والمصيبة لتصل قيمة الناس. ولو كان ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. أيها الحاضرون المحترمون، من نحن وماذا ملكنا؟ لماذا الله يختارنا للقيام في الصف طالب العلم، الصف المبارك في كل ثانية وقت؟ نسمع علما ونسير ورثة الأنبياء ونجيد الاستغفار من سكان السماء والأرض. ألسنا إنسانا آثما ولسنا نسبا كريما؟ هذه الأسئلة هو الواقع. ينبغي أن تبت شكرا إلى الله عز وجل، لأن فضل الله إلينا كبير جدا. المعهد إزاحة عن قدر الساعة رضا الله عز وجل، وسجل الملائكة في التسجيل بالاتصال والعجيب. أيها الحاضرون المحترمون، إذا نتحدث عن المتعلم لا ينفك من شراك المعلم. يرشد المتعلم كل الوقت. المعلم كاللازم والملزوم لا بد منهما. في غمار حضارة المعلم ذو الدور المهم لحياة الأمة. تقدم البلد لا ينفك من شراك المعلم، ولذلك لا قام قول علي بن أبي طالب: أنا عبد من علمني حرفا. هكذا كبير دور المعلم في بناء حضارة الأمة. حتى أحمد أمين هو أحد من شعر مسير قال: قاد المدرس أن يكون رسولا. أيها الحاضرون المحترمون، إن معلمنا يتعب كثيرا في تربيتنا، يحاسب أخلاقنا ويعلمنا الذي ما ينفعنا وينصحنا بنصائح مفيدة، وكل ذلك لأنه يحبنا كثيرا كما يحبنا أبونا وأمنا. ولذلك علينا أن نكرم المعلم ونعظمه ونشكره على إخلاصه في تربيتنا، ولا ننسى جميله وتعابه أبدا. وعلينا أن ندعوه في كل وقت دعائنا، لا سيما وقت صلاتنا، لأن العلم بالتعلم والبركة بالتعلم والخدمة. النتيجة من كلامنا لكلنا طريقة الحياة، ولكن طريقة الحياة الطيب والنفيس هو سيرتنا المتعلم وطلب العلم في المعهد. المعلم ذو دور المهم لحياة الأمة، وعلينا أن نكرمه ونعظمه ونشكره على إخلاصه في تربيتنا، ولا ننسى جميله وتعابه أبدا. كفينا هنا، العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.